السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شهيوة ليلى. كنتمنى تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله كما شفتوا معايا في الفيديو غادي نحضر معكم سلطة الخضار اقتصادية سريعة وبنينة مشبعة وصحية، مع اسهل فلفلة مشرملة ومشوية في الفران، لذيذة كتستحق التجربة. ممكن ترافقوا بها المشاوي واللحوم، فخليكم معايا تشوفوا المكونات وطريقة التحضير. هنا كما شفتوا معايا غادي نبدا بسلطه الخضار. كما شفتوا معايا خديت انا الخس من بعد ما غسلته مزيان وقطعته لهذا الشكل. عندي 300 غرام ديال المقارونيه، تبقى على حسب النوع اللي بغيتو نتوما اللي سلقته. عندي هنا الذره اللي كتكون طويله قطعتها، عندي هنا الباربه، عندي طوماط سوغيز اللي هي مطشه صغيره، عندي الخيار، عندي الذره معلبه حك صغير، حك ديال طون صغير، عندي اللوبيا اللي كانت عندي سبق لي وحضرتها معاكم، عندي البيض السمان، وعندي لافوكا البنات كما شفتوا معايا. هنا راه زرفت الفيديو شويه باش ما يجيكمش طويل. خديت واحد الاناء خلطت فيه الخيار، المقارونيه، الخص من بعد ما قطعته وغسلته مزيان بالخل، زدت عليه الذره المعلبه كما شفتوا معايا، هاد المطيشه الصغيره اللي غسلته وقطعتها على جوج، الطون صفيت ليه الزيت خليته غير عادي كما شفتوا معايا غير حك صغير صافي. وغادي نخلط مزيان مزيان هادوك الخضر كاملين كما شفتوا معايا بهذه الطريقه صافي. هنا غادي من بعد ما غادي نخلطها غندوز نجيب واحد الاناء. هنا البنات كما شفتوا معايا خديت واحد الاناء غادي نضع فيه داك الخضر كاملين اللي خلطت كما شفتوا معايا بهذه الطريقه. والطريقه راه ساهله الصراحه، هاد سلطه الخضر كتجي زوينه بزاف وسهله حتى في التحضير. صافي زدت عليها ديك الذره اللي قطعتها على شكل دوائر، زدت فيها هاد اللوبيا الخضراء، الصراحه راه كنصايبها في الدار وكتنفعني بزاف. صافي هنا زدت الباربه كما شفتوا معايا. صافي هنا كما شفتوا معايا غادي نزيد البيض السمان كما شفتوا. بالنسبه للتزيين البنات راه كيبقى اختياري، تقدروا ديروا اي حاجه بغيتوها في هاد سلطه الخضر، الصراحه راه كتجي زوينه بزاف، صحيه ومشبعه في نفس الوقت. صافي هنا زدت لافوكا كما شفتوا معايا بعد ما قطعتها هكايا على هذا الشكل. صافي غادي نستفها من الفوق كما شفتوا معايا ونخليها على الجنب، وفي هذا الاثناء ندوزو نصاوبوا لاصوص اللي غنرافقوا بها. بالنسبه للاصوص باش غنرافقوا هاد الشلاضه كما شفتوا معايا، عندي معلقه صغيره ديال لا موطارد، شويه الملح وشويه البزار، عندي 4 معالق كبار ديال زيت زيتون وجوج معالق كبار ديال المايونيز البنات. صافي خديت واحد الزلافه وخلطتهم هكا كاملين كما شفتوا معايا بهذه الطريقه. وخديت هنايا واحد هكا الفرشيط وبقيت كنخلط مزيان مزيان. تقدروا ديروا في قريعه وتخلطوا مزيان ولكم من الاختيار اللي بغيتو. صافي غادي نخلطهم مزيان ونرجع معكم باش نزيدوهم على ديك الشلاضه. هنا كما شفتوا معايا خديت الشلاضه ديالي كما شفتوا، وغادي نزيد عليها هذيك لاصوص من الفوق بهذه الطريقه كما شفتوا معايا. ممكن تخليو ديك لاصوص غير في واحد الاناء، واللي بغا كيحط في الطبسيلو كيدير لاصوص اللي بغا. صافي انا غادي نخوي عليها كما شفتوا معايا من الفوق ونخليها تبرد شويه ونرجع معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها. وهذا هو الشكل النهائي ديال السلطه ديالي من بعد ما بردات ليا شويه كما شفتوا معايا. غير هنا واحد الملاحظه البنات، زدت عليها من الفوق كما شفتوا الجبن جبلي. كيبقى لكم الاختيار، الا بغيتو ديروه ما بغيتوش تقدروا تستغنوا عليه. وكما شفتوا معايا البنات هاد السلطه راه اقتصاديه وسريعه وبنينه في نفس الوقت. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. هنا البنات كما شفتوا معايا خديت هنا كميه ديال الفلفله، ما غاديش نقول لكم شحال على حسب القياس نتوما اللي بغيتو. غير انا هنايا اختاريت فيها الالوان، تقدروا ديروا غير لون واحد ماشي مشكل. هنا غسلته مزيان البنات بالماء والخل مزيان مزيان، وخليتها حتى تسقطرات شويه ومسحتها، وعاد ديك الساعه غادي نخدم بها. صافي هنا خديت واحد اللاطه كما شفتوا معايا، خديت هنايا الزيت باش غادي ندهن هذيك الفلفله، وخديت حبه ديال الثومه كنت غادي نقطعها على جوج ساعه، قلت ماشي مشكل واخا تبقى على واخا نخليها صاينه ماشي مشكل، تاخذوا كركوبه ديال الثومه وخليوها صاينه من الاحسن ما تقطعوهاش على جوج. صافي هنا خديت الفلفله كما شفتوا معايا وحاولت ندهنها بالزيت، غير زيت نباتيه عاديه صافي. وغنحاول اللي دهنتها نحطها في هذه اللاطه كما شفتوا معايا بهذه الطريقه، حيت من بعد البنات غادي ندخلها للفران باش غتشوى ليا. صافي هنا من بعد ما غادي ندهنها بالزيت كامله غادي ندخلها للفران ان شاء الله.
هنا كما شفتوا معايا من بعد ما دهنت الفلفله ديالي كامله بالزيت، خديت هذيك الثومه حتى هي دهنتها بالزيت كما شفتوا معايا. صافي مزيان مزيان، غير زيت نباتيه صافي. وغادي نلوي عليها هذاك بابي كويسون مزيان حتى هي صافي. وغادي نحطها في اللاطه ديالي كما شفتوا معايا باش حتى هي غادي تدخل الفران مع ديك الفليفله. هنا كيما شفتوا معايا غادي ندخلها الفران بهذه الطريقه، والفران يكون شاعل من الفوق ومن التحت. انا درت ديال الضو، نتوما تقدروا ديروا ديال الغاز اللي بغيتو، حتى غتشوى لكم الفلفله ديالكم كامله من الفوق ومن التحت صافي. وديك الساعه غادي تخرجوها ان شاء الله. هنا كما شفتوا معايا من بعد ما تشوات ليا ديك الفلفله ديالي على هذا الشكل كما شفتوا، خديت واحد البواطه وغادي نوضعها فيها تقريبا غير واحد 5 ديال الدقائق صافي. وغادي نحيدها نقيها ونحيد لها ديك القشره. نتوما الا ما كانتش عندكم هاد البواطه تقدروا ديروا بلاستيكه غذائيه وتخليو فيها تقريبا واحد 5 دقائق صافي. وتبداو تنقيو الفلفله ديالكم. الطريقه راه هي سهله. هنا كما شفتوا معايا خديت الفلفله ديالي، شوفوا لي البنات هنا راه صافي كتساعدكم هاد الطريقه. خديت هذيك القطاعه باش نحط فيها، وخديت واحد الاناء كما شفتوا معايا بهذه الطريقه. الصراحه راه الفيديو شارح راسو. هنا حاولوا تنقيو هذيك الفلفله ديالكم كامله وكتحطوها، وعاد ديك الساعه كتحلوه من الداخل باش ما ترونوش البنات. الصراحه هاد الفلفله مشرمله ومشويه في الفران، الصراحه راه كتجي لذيذه لذيذه بزاف وكتستحق التجربه. كنتمنى ان شاء الله تشوفوا الفيديو ديالي وتجربوها، راه كتجي بنينه بزاف بزاف، ترافقوا بها المشاوي ديالكم. هنا كما شفتوا معايا من بعد ما نقيت هذيك القشور ديالها نقيتها من الداخل. هنا راه تقطع لي الفيديو ما عرفتش علاش. حاولوا تنقيوهم مزيان من الداخل دوك الحبيبات البيضين صافي، وتقطعوهم على شكل طولي وتحطوا في هذيك الاناء بنفس الطريقه اللي كندير انا. وهنا كما شفتوا معايا غادي ندوزو نوجدوا الشرموله باش غنوضعوا فيها هذيك الفلفله اللي شويت. هنا هذه هي الثومه البنات اللي درتها في الفران صافي. ضغطت عليها بحال هكايا وحطيتها في داك الاناء. عندي زيت الزيتون، عندي 2 معالق كبار ديال المعدنوس مقطعين، وشويه الملحه وشويه ديال البزار اللي هو الفلفل الاسود، وعندي زيت الزيتون من طبيعه الحال. غديروا غير القياس البنات اللي غادي تحتاجوا صافي. هنا خلطتهم كاملين في هذا الاناء كما شفتوا معايا. درت زيت الزيتون، هنا لا بان ليا ناقص شويه غادي نزيد. هنا راني ما حطيتش العصير الحامض نسيتو، عاد غادي نجيب 2 معالق كبار ديال عصير الحامض كما شفتوا معايا وغادي نزيدهم مع هاد الشرموله. والصراحه هاد الفلفله مشويه ومشرمله راه كتجي زوينه بزاف بزاف البنات، غير جربوها ترافقوا بها المشاوي ديالكم ديال العيد الاضحى ان شاء الله. صافي هنا راه كما كتشوفوا معايا راه خلطت هذيك الفلفله مزيان مع ديك الشرموله. هنا غادي يبان ليا ناقص شويه زيت الزيتون، غنزيد شويه كما قلت لكم، غيبقى عينكم ميزانكم صافي. وغادي نخلط مزيان مزيان ونحطها في طبق التقديم ونرجع معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديال هذه الفلفله مشويه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفلفله مشرمله ومشويه في الفران، لذيذه بزاف وكتستحق التجربه. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم لا فيديو ديالي ما تنسونيش من اللايكات والبارطاج مع الاهل والاصدقاء. وشكرا لكم بزاف بزاف على التعليق الزوينه ديالكم اللي كتفرحني.